هتكلم معاكم النهاردة في 10 أفكار ممكن تساعدك توفر في تكاليف تشطيب شقتك، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية اللي بنعيشها في الفترة دي. رقم 1، مبدئيا كده شيل فكرة البورسلين من دماغك. السيراميك عملي ورخيص وطريقة تركيبه سهلة. رقم 2، بلاش قاعدة معلقة في الحمام، لأن أسعار الخزانات الدفء بقت غالية جدا دلوقتي. قاعدة عادية شكلها حلو أحسن بكتير. رقم 3، الألوان الكمبيوتر بتديك فعلا درجة اللون اللي انت عايزها بالظبط، بس بيكون سعرها غالي، فلو حابب توفر ممكن تخلي النقاش يضرب لك اللون. رقم 4، بلاش تختار السيراميك مقاساته كبيرة. ليه؟ لأنه هيكلفك في طريقة تركيبه والمصنعيات بتاعته كتيرة. رقم 5، مش لازم تعمل جيبسون بورد في السقف، هتكلف نفسك خامات بتاعة الجيبسون بورد زائد الاسبوتات والأسلاك والخراطيم زائد مصنعيات النقاش الزيادة. اعمل كورنيش شكلها بسيط وشيك، هتكون أكتر راحة وهتوفر على نفسك. رقم 6، لو هتعمل تعديلات معمارية في شقتك خلص كل التكسير واطلب الخامات اللي محتاجها بحيث الونش اللي هينزل الرتش يطلع التشوينات. رقم 7، ممكن تستخدم الأبواب الجاهزة أرخص من العمولة وجودتها كسعر مناسبة. رقم 8، ممكن تستغنى عن السيراميك حوائط المطبخ ونركب السيراميك في الأجزاء الظاهرة بين الوحدات، ما بين الوحدة العلوية والسفلية ممكن ان انت تركب السيراميك، لكن ما تعملش المطبخ كله سيراميك. رقم 9، لو عندك حمام ما فيش فيه بانيو ولا كابينت شاور ممكن تعمل سيراميك الحوائط في الثلث الأسفل فقط وباقي الحيطة دهانات. رقم 10 والأخيرة، ورق الحائط بديل وأرخص للتجاليد الخشبية والرخام. كده أنا اتكلمت معاكم النهاردة في 10 أفكار لو تبعتهم بشكل مظبوط هتوفر في تكاليف التشطيب بتاعتك.